بعد ما انهيت الخدمة الإلزامية بال 72 أخذت هذا المحل. اشتغلت هيك على الخفيف على المفاتيح القديمة وكذا. أنا كان لي هيك إلمام كثير بالتصليح بكل شغلات يعني. اشتغلنا على المفاتيح الكبار، كان كل البلد هالمفاتيح. بعدين اجوا الأقفال الحديثة والشغلات. صرنا شوي شوي نطور حالنا. صرنا هيك جبنا ماكينة مفاتيح بالسنة ال 79. جبت ماكينة مفاتيح وبلشت اشتغل. يمكن ثاني ماكينة بالقامشلي كان. قبلي كان في واحد صعيد بشرة كان جاب، الله يرحمه. ايه اشتغلت وانا طورت حالي. انا ما حدا علمني يعني هالصنعة، انا من حالي تعلمت. شوي البدايات هيك كانت صعبة علي، بعدين شوي شوي شفنا السر، ومثل ما يقول في شغلات بدك تجتهد لحتى تزبط يعني. انه قد ما كان القفل جهاز مثل جهاز هو يعني. ايه ولهلا عم نشتغل. كان عندي 3 مراحل مكنات جبت يعني. احدث شيء هلا اللي عندي موجود نصف اوتوماتيك. كان عندي وحده اوتوماتيك شوي كان يتاخر المفتاح فيها. بعدين كان عندي ابن طلع من البكالوريا وتعلم عندي، هذاك اجتهد اكثر مني على الانترنت وشغلات، صار يصلح تبع السيارات الحديثه وبرمجتهم وحتى القاصات الكبيره كمان. تعلم السر تبعه يعني، شلون ينفتح، شلون يتصلح، شلون يتغير القفل تبعه، يتغير الحركه تبعه. وهلا صار عنده محل بعدي ب5 محلات. هلا بال 72 لما بلشنا، اول ما بلشنا كانوا هالمفاتيح الطوال، كان في سكابين هون نسكب عندهم موديلات وقياسات وشغلات، نبيع الوحده بليرتين. عرفت؟ بعدين لما جبنا الجهاز المفاتيح الحديث، كان في مفاتيح كلها ايطاليه كانت بالاسواق يعني. كان في سيلكا واليال والاريبي والايزو. هالمفاتيح هذول شوي اغلى كانوا، بس صنعوا يعني معدنه كويس وكان يضاينوا. بداية الثمانينات أحد الشوام عمل معمل، هو أنس وأنيس أخوة هدول، فتحوا معمل مفاتيح. صاروا هن يصنعوا نوع نحاس ونوع فونت. لهلا السوق كله معتمد على هذوليك المفاتيح لأنه أرخص هن، وصارت المفاتيح الصينية غزت السوق. يعني بالبداية بالثمانينات تقريبا بلشنا، كان مفتاح ب10 ليرات، صار 25. كل ما يرتفع رأس مال نرفع قيمة التصنيع كمان. صار 15 وصار 25 وصار 50 وصار كذا. اليوم على هالغلاء وكذا وصل المفتاح ل 1300 ليرة، ومفتاح سيارة 3500 ليرة، ما عدا المفاتيح الحديثة اللي بدها برمجة وبدها بصمة وبدها شغلات. هدول لهم أجهزة خاصة. كنا نقول يلا هالسنة تخلص هذه وشغلنا كويس ومستورين نحن بمحلنا، عرفت؟ وبقينا. وقال لا والله يعني كنا مثل هالناس، كان لازم نطلع، كان لازم نطلع على الأقل نضمن الشيخوخة تبعنا.